يا مساء الفل ويا مساء كل حاجة حلوة، ازيكم عاملين ايه؟ معكم من قناة ميا ابراهيم سكايلايت، والنهاردة ان شاء الله معايا اقرأها كل رسايل من الشخص اللي في بالك. خدوا بالكم عشان المجموعة التانية الكريستالة الزرقاء هي ممكن ما تكونش باينة قوي، والمجموعة الأولى الكريستالة الخضراء. طيب، يلا بينا كده. حط الحروف. أول حرف من اسم هذا الشخص، المجموعة الأولى أول حرف من اسمه وائل حجر الأخضر. جيم ضاد ي كاف ب ألف قاف ميم خ ف صاد ظ عين المجموعة التانية، والكريستالة الزرقاء أهي. أول حرف من اسم الشخص ذا ر نون ط زين ط زين ح شين ث سين دال غين ه لام واو ت. طيب، هاخد رسالة بس واحدة كده أولية منه، طبعا في أوركا ليكم هيكون بطاقتكم، بس خليني الأول آخد رسالة مبدئية لهذا الشخص بأول حرف في اسمه. عايز يقول لك إيه؟ have my kids. طيب، هنا الحياة رسالة جميلة، يعني رسالة من الرسائل أنا شايفاها قوية، يعني تعني شيء. وهنا هذا الشخص بيقول لك I want to have a family with you. أنا عاوز عيلة معاك، أنا عاوز أسرة معاك. I know you would be an amazing parent. أنا عارف إن أنت هتكون أب أو أم كويسين جدا. And a dream of the day I can experience raising a family together. وبحلم باليوم اللي أنا أقدر إن أنا آه، آه، أعمل فعلا أسرة معاك. طيب، ده أول كارت لهذا الشخص. تعالوا بقى كده نبص على رسائل هذا الشخص. الله، أول كارت نزل الفروفان. مش هعتبره من رسايله، أنا هعتبر دي رسالة من الطاروت الحياة. يعني أنا هعتبر إن ديت رسالة بتقول إن في شيء جميل هنا، في فور اوف وانز بيقرب. طيب، تعالوا كده، ايه رسائل هذا الشخص ليك؟ اول كارت السكس اوف بنتكل. في حوار، في هنا حوار، في حوار بينك انت وهذا الشخص. طيب، تعالوا كده اهو. انا بفكر اتكلم معاك، انا بفكر في اتصل بيك، او بفكر اتكلم معاك. طيب، هنا في شيء الحياة انا شايفاه عفوي. رسالة انا شايفاها عفوي. يعني ايه؟ يعني وكأنه قاعد بيفكر دلوقتي في كده، يعني اللي هو بيفكر فيه دلوقتي انه يمسك تليفونه ويكلمك، انه يفتح الواتس ويبعت لك رسالة. ده اللي انا شايفاه دلوقتي الحقيقة. على الرغم من انه عارف انت لما تكون في طاقة انا عاوز قوي بس خايف قوي، هو في الطاقة ديت. السيفن اوف وانز ما هياش هنا رفض، نوع من انواع الرفض، لا هو خوف. واعتقد ان هو جاي في افكاره هنا، يعني انواع المخاوف دي واضحة قوي في الطريقة اللي الشخص ده بيفكر بيها. يعني تعالوا كده، انت بتنزل له هنا في الكوين اوف واند، انت في طاقته قوي هنا. وبعد كده السكس اوف كابس. مش هنزله وخليه ينزل لوحده، هو اكيد هينزل السكس اوف كابس، لان انا شايفه قدامي علاقه حلوه. علاقه قد ايه كان فيها مشاكل؟ ايه ده؟ يعني علاقه اعتقد كان فيها انواع مشاكل كتير قوي. وعلى الرغم من المشاكل اللي انا شايفها غريبه جدا مستمر، طاقتك هنا في طاقته جدا، وكأنك بتفكر فيه، او كأنك مستني المكالمة ديت او مستني الحوار دوت. هو كمان مستني الحوار دوت. وهقولها لك بشكل تاني، هو مش مستني الحوار دوت، هو هيعمل الحوار ده معاك. في هنا السيفن اوف وان جنب التوف بنتكل وجنبك. شكلك كنت بتحاول او بادرت كذا مرة وحسيت من ناحيته برفض. ده ما كانش رفض، ده كان انا مش جاهز، ده كان استنى شوية.
ده كان اديني وقتي. ماشي، تعالوا كده. الناين اوف كابس، انت قدامك شخص هنا وصل لحالة من حالات الاتزان. الايس اوف وان، تسمح له ان هو يتكلم معاك. يعني ايه بقى تسمح له ان هو يتكلم معاك؟ يعني تسمح له ان هو يقيم حوار، ياخد ويدي في الكلام، يقول لك هو عاوز ايه، يقول لك هو نفسه في ايه او محتاج ايه، وهو ده فعلا اللي هو عايزه. هو عاوز هنا يبدأ في شيء زي مثلا، بص هنا بعد الجادجمنت ما في ايه. طب بص هنا، شايفين؟ قلت لكم هينزل تاني الكارت ده. طيب هنا انا شايفه حد نفسه يفرح. وعلى فكرة يعني لو هذا الشخص قدامك دلوقتي، الكلمة اللي هو هيقولها لك انا نفسي افرح، الكلمة اللي هتطلع فعلا عفوية بجد بجد من جواه، انا عاوز افرح، عاوز اتبسط في العلاقة دي، انا عاوز العلاقة دي تبسطنا. هنا انا مش هكذب عليك، هو هذا الشخص عنده احساس بان هو عايز يفرح، سواء، انا اسفة، انا اسفة جدا، معرفش ايه اللي حصل، طيرت الكروت بايديا. اوكي، وهجيبها دلوقتي، استنى كده. ماشي، هي الكروت دي وقعت الحقيقة، بس وقعت كده. طيب هنا مش هكدب، هقول لك الحقيقة، هو انا قدامي حد هنا بيقول لي انا عاوز ابقى مبسوط، انا عاوز ابقى فرحان. وهنا هو عاوز يبقى مبسوط، عاوز يبقى فرحان، سواء في العلاقة دي او مش في العلاقة دي، هو عاوز يبقى مبسوط. هو هنا ال الشيء اللي هو طالبه هو سعادة، واكيد انا قدامي هنا ان هو بيطلب السعادة دي معاك يعني. هنا في كينج اوف واند جنب امبرس. مشكلة دلوقتي مش في هو طالب ايه ومع مين، لا، مشكلة دلوقتي ان الشخص دوت في حالة من حالات، عارف انت لما تبقى متضايق او حياتك فيها حاجات مضايقاك، فانت اللي انت شايفه قدامك بيكون كأنك في الظل، عارف؟ هو انا حاساه في الظل في الطاقة ديت، يعني عاوز يتبسط، عاوز يطلع للشمس. هو ده اللي انا شايفاه بالظبط بالظبط. لو فعلا هوصف طاقة هذا الشخص بوضوح، هو شايف ان هو في الظل، هو شايف ان هو في الجادجمنت في الظل، هو عاوز يطلع للنور هنا. وهنا هو الحقيقة مصر ان هو يثبت ده، هنا هو عاوز يقول ده ويثبته قوي. انا عاوز النور، انا عاوز ابقى في النور، انا عاوز العلاقة ديت تبسطني. وكأن قدامي حد هنا بيبص لزمان وقد ايه العلاقة ديت كانت مفرحة بالنسبة له في وقت من الأوقات، وكانت فعلا بتوصله لحالة من حالات ال ال الانتشاء والسعادة. فهو دلوقتي عاوز نفس الشيء. ماشي، فأعتقد أفكاره دلوقتي أوصل لده ازاي، أو ايه اللي هيوصلني لخضم السعادة، ايه اللي هيوصلني للطاقة اللي فعلا فيها سعادة. هنا الهيروفانس بينزل جنبيه تو اوف كابس، جنبيه الايت اوف وند. زي ما هنا التو اوف بنتكل جنبي السيفن اوف وند، تو اوف كابس هنا بينزل جنبي الايت اوف وند. في حاجة لازم تكسر الوند ده علشان طاقة جميلة زي طاقة التو اوف كابس تمشي يعني لقدام. حاساه هنا وكأنه بيقولك انه حيران من اللي بيحصل ما بينكم، او مش عاوز الوضع يوصل لكده، او ما كانش حابب ان الوضع يوصل لكده في العلاقة يعني. وكأنه عنده حاجة عاوز يقولها، حاجات فعلا عاوز يقولها ويخرجها من جواه و الا انه مستني، انا حاساه مستني الوقت المناسب. يعني حاساه دلوقتي وكأنه بيقول لي انا مستني الوقت المناسب اللي اعمل فيه كده، او اللي اقول فيه اللي انا عايزه اقوله. هو عاوز يقول لك حاجات، يعني انا مش عارفه ليه حاسه الشخص ده في طاقته دلوقتي كأنه عاوز يقعد قدامك مثلا، او انتوا الاتنين تبقوا واقفين وجها لوجه، بيقول لك انا نفسي في كذا، انا عاوز كذا، ايه رأيك لما نعمل كذا، او نغير الشيء الفلاني، او ايه رأيك انا عاوز اتكلم معاك في الطريقة اللي انا وانت مش بنبطل بيها خناق او كلام او مشاكل. انا مش عاوز ان احنا نبقى في الطاقة دي تاني، ايه اللي احنا ممكن نعمله عشان ما نبقاش في الطاقة دي. مش عارفة ليه حاساه دلوقتي في الطاقة ديت عاوز يتكلم في الحاجات ديت، عاوز يقول دوت. تعالوا كده.
كوين اوف بنتكلز، بعدها تري اوف بنتكلز، بعدها كينج اوف سورد، ثم التين اوف وان في تقل جديد وياه، وهنا في الكارت الجميل دوت، وهنا برضو بينزل تاني الفور اوف وان. طيب الكروت دي حلوة، الكوين اوف سورد جنب الكينج اوف كاب. هنا مش عارفة ليه حاسة هنا وكأني قدامي حد عايز يتأسف. كأني قدامي الشخص دوت عاوز يتأسف، كأنه بيقول أنا آسف على اللي بدر مني، أو أنا آسف على اللي حصل ده كله، أو أنا بجد ما كنتش عايز إن الدنيا ما بيننا توصل للي هي فيه دلوقتي. للعلم هنا هو بيبصلك في كوين اوف بنتكلز وكأنه بيقولك إنك مش بنفس قمة الشغف اللي كنت بيه قبل كده في العلاقة يعني. وحاسة ان دي افكار في دماغه، يعني حاساها حاساها وكأنه عاوز يشاركك الافكار دي. حاسة ان هو دوت اللي هو هنا عاوز يتكلم فيه، حاسة ان دوت هو اللي هو عاوز يتكلم فيه، اللي عاوز يطلعه من جواه، اللي عايز يقوله. ايه اللي يمنع هذا الشخص ان هو يقول او يتكلم؟ مفيش حاجة طبعا تمنعه الا مخاوفه اللي انا شفتها في الاول ديت. هي دي بس الحاجة اللي ممكن تبقى عائق بسيط يعني. طيب تعالوا كده بالظبط في تخطيط هنا، ماشي. ستراجل في هنا تشالنج، تحديات الشخص دوت ما بينه وما بين نفسه، في تحديات ما بينه وما بين نفسه. انا قلت لك عارف الشخص، عارف يعني كلنا بنبقى هذا الشخص في وقت من الاوقات يعني. لما تبص تلاقي نفسك متضايق، فالدنيا انت شايفها قدامك مش بنفس الشكل. يعني لو طول عمرك بتشوف، يعني لو في الاوقات اللي انت مبسوط فيها، لو انتوا على طول داخل العلاقه حتى بالمشاكل اللي بتحصل ما بينكم بتشوف الدنيا بلون بالوان جميله هنا انا قلت لك ان حسن الشخص ده بيقول ان هو في الظل. ليه؟ في انر ستراجل. الانر ستراجل يا جماعه اللي هو الخناقه الداخليه، خناقه الشخص مع نفسه. يعني انا هنا مش شايفاك موجود، هنا انا شايفاه هو دي خناقته مع نفسه، بس خناقته مع نفسه ديت ليها علاقه بيكوا وبعلاقتكم. يعني هو مش بيتخانق ما بينه وما بين نفسه كده من غير شيء او لسبب تاني، لا، ده بسبب اللي بيحصل ما بينك انت وهو. اكيد في حاجات محيطه بالشخص ده مضايقاه، اكيد في حاجات هذا الشخص مش عاوزها تحصل وهي بتحصل دلوقتي. واكيد العلاقه بتاعتك ما بينه وما بينك كانت بتعمل هيلب او كانت بتساعده على ان هو يطلع من طاقه هو فيها زي اللي هو فيها دلوقتي دي. هنا 3 سورت تاور، 6 سورت السترينت والتو فن. زي ما انا شايفه كده، انتظار مع ضعف الحياه، مع نظره للتاور والثلاث سيوف والسكس سورد. شايفين الكروت دي شكلها ايه؟ ده اللي انتوا فيه في العلاقه دلوقتي. واعتقد ده او بسبب ده هذا الشخص دلوقتي بيدور على السعاده في اي حته. يعني ايه السعاده في اي حته؟ يعني يكلم مثلا صديق ليه، ولما يجي يكلم الصديق ده مثلا، عشان انا نسيت التليفون مفتوح. ماشي. هو عايز يطلع من ده، هو عايز يطلع من هنا. ازاي ممكن يطلع من هنا؟ معرفش يعني انا معرفش دلوقتي ازاي هو ممكن يطلع من اللي هو فيه دوت. الحل الوحيد ان هو يطلع من اللي هو فيه دوت مش ان هو مثلا هذا الشخص، يعني هي مثلا تتصل بصديقتها او حاجه ويلا بينا مثلا نروح نعمل شيء مع بعض. ده برضو مش هيخرجه ومش هيخرجها من الطاقه ديت، مش هو ده.
اللي هيخرج الشخص ده من هذه الطاقة هو انه يقعد ما بينه وما بين نفسه ويشوف، هو كإنسان ان هو محتاج استشفاء كبير من اللي حصل ده. لانه واضح هنا ان حصلت بعض المشاكل في العلاقة دي اللي انتوا الاتنين لسه عاوزين استشفاء منها لحد دلوقتي يعني. ده واضح قوي يعني. هو مش عاوز، عارف يعني، انا حاساه هنا هو مش عاوز يعترف ان اللي حصل ده كله في العلاقة هو اللي مضايقه بالشكل ده، وهو اللي مخليه مش شايف، عاوز ان هو في الضلمة وعاوز يبقى في النور يعني. هو مش واخد باله يعني. ماشي. تين اوف كابس الفول، النايت اوف بنتكل هنا الورلد و يا حلقة لازم تنتهي، لازم تنتهي الحلقة ديت عشان انتوا الاتنين تبقوا جنب بعض كده. لازم الحلقة دي تنتهي عشان انت والشخص دوت تقربوا من بعض بالشكل ده. لانه هنا انتوا الاتنين في طاقة فيها تحدي كبير، في طاقة فيها تحديات كبيرة انتوا الاتنين فيها دلوقتي. لازم تطلعوا من ده. طب تطلعوا من ده ازاي؟ الحل الوحيد عشان تطلعوا من طاقة الشالنج او التحدي اللي انا شايفاها قدامي ديت هو ان كل واحد فيكم ما يخافش من مواجهة الاخر. هنا انا شايفاك حاولت كتير والمحاولات بتاعتك هي اللي زعلتك. هنا هو اللي محتاج انه يستيب اب او ياخد خطوة لفوق شوية عشان يطلع من اللي هو فيه دوت. هو كأنه دلوقتي بيواجه كذا شيء في حياته، في مشاكل، فدوت مخليه يبص على العلاقة وعليك ان انتوا الاتنين، انت والعلاقة وهكذا، زودتوا عليه المشاكل، فده مخليه بطيء في خطوته. اوكي، فايه الحل بقى هنا؟ الحل هيكون ايه؟ ان هو يتحرك، سواء بقى يتحرك ليك او يتحرك لنفسه. ان انا هنا شايفه حد مش حتى ما اتحركش لنفسه يعني. انا حاسه كده انه واقف، مفيش خطوات فيها شيء هو بيعمله في تطور يعني. هنا مفيش تطور في طاقة هذا الشخص، في الطاقة ديت. على فكرة ده شيء مش ليك انت عشان تصلحه، او لا، ممكن تحاول تساعده لو عاوز، لكن مساعدة، لكن انك تطلعه من اللي هو فيه دوت، او انك تقول له اعمل كذا او كذا، لا طبعا. ليه؟ لانك مش هتستشفى مكانه. الشخص ده محتاج استشفاء هنا من حاجات حاصله بالفعل في حياته يعني. حاجات مخليها هو دلوقتي قاعد عمال يقول انا اسف على اللي انا عملته، انا اسف على اللي حصل، انا ما كنتش عاوز اللي حصل ده كان يحصل ما بيننا، وهكذا. وناسي خالص طاقه الاستشفاء اللي هو لازم يمر بيها. دي طاقه هو دلوقتي حالا قدامي كده نسيها، مش عاوز يحطها في دماغه، معرفش ايه السبب. مع ان هو عارف كويس جدا المفروض انه يهتم بطاقه استشفائه دلوقتي، لانه لازم يطلع من اللي هو فيه دوت. لان المخاوف في الاول هي اللي منعمل الحوار اللي هو نفسه يعمله معاك. النايت اوف سورد، بعديها الناين بيتخانق مع نفسه، بعديها الناين اوف وانز. ايه ده؟ هو بيتخانق مع مين الشخص ده؟ بيتخانق مع نفسه. هنا قدامك حد مش بيعمل حاجة الا انه بيتخانق مع نفسه. بيتخانق مع نفسه ليه؟ دي بقى اللي انا معرفهاش الحقيقة. دي بقى اللي انا معرفهاش. هنا هذا الشخص يا اما بيتخانق مع نفسه لانه مش عارف يحل المشاكل اللي في العلاقة، يا اما بيتخانق مع نفسه لانه مش قادر يسيطر عليك وعلى العلاقة. ده واضح وضوح الشمس هنا، وهو ده اللي مخليه في الضلمة. هو لو يعترف ما بينه وما بين نفسه كده، انا عاوز الشيء دوت، وانا عارف ان ده اللي هيساعدني، او انا عايز اني اعمل خطوات هنا وانا عارف ان ده الشيء اللي هيساعدني ويبسطني، ساعتها هيعمل الشيء اللي هو شايف ان هو صح. يعني اعتقد ان هو في وقت من الاوقات كان ممكن ياخد لك الخطوة اللي هو كان خايف منها، ياخدها، وبعد ما ياخد الخطوة ايا كان رد فعلك انت عليه ايه مش مهم، المهم ان انا كنت عاوز اعمل الخطوة دي وعملتها. دلوقتي هو مش في الحتة دي، دلوقتي هو في حتة مخاوف، مش عارف ازاي يعمل الخطوة، خايف ان هو يعملها، خايف ان هو يقف قدامك في حوار وجها لوجه ويقول لك كل اللي في باله، وانت مثلا تخذله او حاجة يعني. دي حاجات هو هنا اعتقد ان هو نفسه خايف قوي من الحاجات ديت. دي المشكلة، دي المشكلة الوحيدة اللي بتواجه هذا الشخص دلوقتي.
a new relationship or emotional experience, a friend you can share your concern with. هنا احتمال ان انت وهذا الشخص بتقربوا من بعض قريب، او ربما في علاقة عاطفية جديدة هتخش حياتك. كمان في صديق تقدر ان انت تحكي له او تشكي له او تفضفض وياه. وكمان هنا في اللوفرز، واللوفرز بيقول لك ايه؟ اللوفرز بيقول لك true love that is long lasting. الحب الحقيقي هو اللي بيستمر. choices made made from the heart. اختيار بتختاره بقلبك. a return to good health. احتمال تكون بتخف دلوقتي وبتتعافى من شيء. هنا كارتين جميل جدا 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 الحقيقة بالذات للعلاقات، هما كارتين مهمين جدا. يلا كده هناخد كام كارت لهذا الشخص من هنا. هنا بيقول لك unblock me. انا ما اعرفش هل في بلوك بينك انت وهذا الشخص. لو في بلوك، هذا الشخص هنا بيقول لك فك البلوك. ولو مثلا البلوك حقيقي او حتى طاقي، حاول انك تفك هذا البلوك. هو اللي بيقول لك كده. هنا ماي دريمز، وهنا بيقول لك انه كان بيحلم بان انتوا الاتنين احرار، مفيش حد بيتدخل في حياتكم او مفيش حد بيتدخل في شؤونكم. طيب هنا بيقول لك بلاينج جيمز يعني بيقول لك اللي بيحصل ما بينكم دلوقتي، واللي هو بيعمله لو ما ردش عليك مثلا او لو اخر اتصاله او كده، هو بيعمل كده عشان يلفت انتباهك. يعني اللي هو بيعمله دوت عشان يلفت بيه انتباهك. بشكر المجموعة الأولى، أشوفكم بكرة. يلا بينا كده. ايه المجموعة التانية هنا اهي، والكريستالة الزرقاء احطها هنا. يلا بينا كده اخد لكم كارت أولي من الشخص اللي انت اللي قرأ أول حرف باسمه. حط بالك برضو على الشخص اللي انت عاوز تاخد منه اوكي. ماذر ووند. على فكرة الماذر ووند هي الجراح اللي مرتبطة بسلوك الشخص اللي هو بيقولك عليه هنا، وبيقولك انه بيحاول يشتغل على ده. والماذر ووند هي الجراح اللي متعلقة بالعطاء، الحنان، الاهتمام الكبير من الام وهكذا. ولكن هذا الشخص بيقولك انه بيصلح ده دلوقتي او بيحاول انه يشتغل عليه دلوقتي. يلا بينا كده. ايه رسائل هذا الشخص ليك بأول حرف في اسمه؟ اول 3 رسائل هاخد الرسالتين دول، وحاسه انه هنا في حد بيقولك انه مش هو سبب الابتعاد، ان اللي حصل هو سبب البعد، او كأنه عاوز يقولك انه مش هو اللي السبب في دوت. انا بحبك، انا مقدر العلاقه دي جدا، انا عارف العلاقه دي بتمثل لي ايه، انا بحبك وبحب العلاقه دي جدا. هنا في حد عاوز يثبت الحقيقه ان هو متمسك بيك. يعني في حد هنا بيحاول انه يثبت لك انه انت مهم قوي بالنسبه له، ان العلاقه دي في غايه الاهميه. وكمان الحقيقه هنا هو كانه بيقول لك مش انا السبب في اللي حصل دوت. كل شيء احنا فيه دلوقتي مش بسببي. هو عاوز يتكلم على حاجه معينه انت حاسس ان هو سبب فيها، او يشركك في طريقه تفكيره. وهو بيقول لك اللي حصل ده مش بسببي، او اللي حصل دوت مش انا السبب فيه.
فهنا في حد بيحاول، ان مش هقولك انه يعني يخلي نفسه مظلوم او يدافع عن نفسه لا، هو هنا عاوز يفهمك حاجة. هنا في حد عاوز يفهمك حاجة، بس ربما ما فيش كوميونيكيشن دلوقتي، ربما دلوقتي ما فيش حوار بينكم قائم في اللحظة ديت. ممكن دوت اللي مخليه مش عارف يثبت لك وجهة نظره، مش عارف يطلعها من جواه، مش عارف يقولها، مش عارف انه يحسسك باللي هو حاسس بيه. لان انا هنا قدامي حد عاوز انك تقف مكانه او تشوفه، تشوف موقفه ايه، تصدقه. حاساه هنا انه عايزك تصدقه. مش عارفه ليه حاساه برضو الحقيقه وكانه بيقول انت عارف ان انا بحبك، او انت عارف العلاقه دي بالنسبه لي ايه. هو هنا الحقيقه منزل العلاقه في 6 اوف كابس. فده كارت الحب الحقيقه السامي، حب بدون اغراض، حب اللي احنا بنقول عليه جينوان، اللي هو جينوان يعني من غير اي غرض معين. لا، انا بحبه خلاص، انا بحب. طيب، فهو هنا كانه عايز يقولها لك كده، كانه عايز يقول لك انت عارف كويس جدا العلاقه دي ايه بالنسبه لي، انت عارف ان انا بحبك. أم هو بيدافع عن نفسه هنا، بس مش بطريقه انه يطلع مظلوم قدامك وانت ظالم او كده، لا. هو هنا عاوز يثبت وجهه نظر. النايت اوف بنتكلز جنبيها تو سورد. لو الشخص ده واقف دلوقتي، لو انت حس انه متأخر عليك في حاجة، فده لان هذا الشخص قال انا هحط قلبي جوه هحط قلبي ومشاعري ورا ظهري وهمشي. هنا بيقول لك انه في وقت من الاوقات قرر انه يمشي علشان بيحبك، قرر انه يمشي علشان غريبة قوي. ايه ده؟ نايت اوف بنتكل سورت، افكار كتيرة قوي عنك، عن العلاقة. يعني هل هذا الشخص موافق ان هو يبقى في طاقة الوجع اللي هو فيها ديت ومش عاوز يواجه؟ لان هنا الشخص ده وهو مدي ظهره بالشكل ده، الشخص ده موجوع، الشخص ده مش مبسوط، الشخص ده بالعكس ده بيفكر افكار كتيرة جدا. وعلى فكرة دي افكار تهدم مش تبني، فتهدمه هو مش اي حاجة تانية. فليه كده؟ ليه كده؟ يعني هو مش عارف انت لما يقولك لو بتحب حد قوي let go، لو بتحب حد قوي سيبه. هو في الحتة دي، وده هبل. ده مش بالنسبة لي انا، يعني ده مش طبيعي، يعني مش صح. طور او كان اوكي. هنا حد بيقول لك ان اللي كان بيحصل في العلاقة مش صحي بينه وبينك، وان حد فيكم كان لازم انه يعمل حاجة عشان الموقف الغير صحي دوت يرجع صحي تاني، او كان لازم حد فينا يكسر العادات الغير صحية اللي في العلاقة. يعني هنا هو بيعترف ان العلاقة كان فيها اشياء مخليها مش صحية، وبيعترف كمان ان دوت اللي خلاه يبعد او خلاه يعمل تاور هنا. وكأنه بيقول لك برضو الكلام ده مهم جدا هنا، وهو كأنه بيقول لك انا كنت حاسس انه التاور هيحصل في العلاقة بأي شكل، فعشان كده انا لاني خفت جدا من التاور دوت ابتعدت الاول، او فكرت ان انا ابتعد قبل ما فجأة واحدة ابص الاقي قدامي التاور دوت. هنا منتهى الخوف، شخص خايف، شخص في منتهى الخوف، خايف ان العلاقة تنتهي، خايف ان انت تمشي قبل ما هو يمشي. وهنا فعلا هو بيقولها لك كده، هو خايف ان انت تكسر اللي بيحصل في العلاقة دوت بانك تمشي الانهيلثينس، الطريقة الغير صحية اللي كانت بتحصل في العلاقة. ده هبل. ده لو سألتوني عن رأيي اقول لكم مخاوف ملهاش لا تمت للواقع بأي صلة. لو في
مشاكل مخليه العلاقة بتاعتنا مش صحية، نقعد قدام بعض ونناقش المشاكل اللي مخليه علاقتنا مش صحية. ما ينفعش ان احنا كل واحد فينا اللي يدي ظهره واللي يسكت واللي يقول لا انا خايف ان هو يسيبني فانا هسيبه والكلام ده، لان ده اللي بيحصل هنا، ده اللي بيحصل منه اتجاهك، او ده اللي حصل بالفعل. وبعد كده مين اللي شايل الهم؟ هو فوق شايل الهم اللي بيحصل، وبيقول لك هنا اللي حصل ده انا مش سبب فيه. وهنا بقى جاي بيوضح، عايز يقول لك ان السبب في اللي حصل ده ما بينكم هو، او في البعد، او في ايا كان اللي بيحصل دلوقتي، هو انه الاشياء الانهيلثي اللي مش صحيه، التوكسيك اللي كانت بتحصل في العلاقه دي السبب، هو دوت السبب. لكن هو كشخص كإنسان هو ما كانش عاوز يعمل كده، هو ما كانش عاوز يبعد أبدا، ما كانش عاوز يبعد خالص. لكن في لحظة من اللحظات ارتأى إن دوت هو الحل الأفضل. ده اللي هو بيقوله، أو ده اللي هو عاوز يقنعنا بيه. يعني على فكرة مش يقنعنا احنا بس، لا هو عاوز يقنع نفسه، لأن هو مصدق اللي هو بيقوله ده. ده شخص مش بيكذب، ده شخص بيقول اللي هو حاسس بيه دلوقتي. ده بيقول سبب اللي هو بيعمله، او سبب اللي هو عمله، يعني سبب الطاقة اللي طلعت ديت منه. طيب تعالوا كده كوين اوف وان. واو، هنا رسالة غريبة شوية، لان انا حاسة شخص بعيد دلوقتي، وهو بعيد بيقول لك انه نفسه يشوفك، شغوف بيه تاني وبالعلاقة، نفسه يشوفك، عايزه مرة تانية زي ما كنت بتبقى عايزه زمان، نفسه يشوفك في الطاقات الجميلة اللي هو كان بيشوفك فيها في الأول، وهي الطاقات اللي مليانة الحياة، شغف، سعادة، حب، كل شيء هنا هو الحياة. يعني بيثني، ده ثناء الحقيقة على طاقتك داخل العلاقة. يعني كأن عايز اقولك انا بحب طاقتك قوي، وهكذا يعني. وحاساه هنا في مشاعر شوية. وهنا يعني بصوا كارتين دول كارتين فيهم يعني يحزنوا شوية. الايت اوف كابس جنبيها اللافرز، وهنا الشخص اللي هو بيحب طاقته قوي واقف، هو شايف ان هو واقف محلك سر، هو انت. ف مش عارفه اقولها لك ازاي، ولكن هو احتمال ان الشخص دوت احاسيسه عميقه زياده عن اللزوم وانت ما خدتش بالك من كده. احتمال انه فعلا لقى ان العلاقة يعني ممكن يعني اصبح يكون فيها شيء غير صحي، فارتقى ان هو يبتعد. ربما دوت يساعدك ويساعده، او يعمل بعض الديستم بينكم، او بعض البعد بينكم، وده ممكن يصلح العلاقة في وقت من الاوقات. لكن انت ممكن تشوف دوت على اساس انه بيستهبل او بيستعبط، بس انا حاسة هنا انه ممكن فعلا مشاعر هذا الشخص عميقة اوي لدرجة انك مش واخد بالك من ان اللي هو عمله ده مش استهبال او استعباط يعني. لان اي حد هيشوف اللي هو بيعمله ده هيقول لا ده بيعمل ده بمزاجه، ده هو عاوز يعمل كده. Four of Pentacles هنا Page of Swords، Knight of Swords، Six of Swords، Sword والتمبرنس. انا مش بحب اشوف السورد الحقيقة كتير، يعني مش بحب اشوفه كتير، لانه بيقولك انه لسه الشالنج موجود هنا، لسه عدم التفاهم موجود هنا، وان انتوا الاتنين لازم توصلوا لحتة التفاهم. طب هتوصلوا لها ازاي؟ كل واحد فيكم في حتة، كل واحد فيكم ياخد موقف من التاني. هو انتوا هتوصلوا لها لانه هنا واضح ان انتوا الاتنين لسه عايزين بعض، واضح ان انتوا الاتنين لسه في حب كبير من جواكم للعلاقة ديت. فكده كده هتوصلوا للنقطة اللي فيها التفاهم. امتى بقى؟ هي دي بقى، هي دي. هنا ولا انت ولا هو بقيتوا قادرين تصبروا، يعني هنا الصبر قل. هنا كمان التمبر زايد، اللي هو يعني نار كده. هي الحتة دي اللي لازم يعني تنهوها عشان تقدروا تبدأوا انتوا الاتنين من جديد. هي الحتة دي.
اوكي. ايه ده؟ هنا كلام جديد شوية. هنا حاساه انه كمان شايف انك ما حاولتش كفاية. يعني هنا مش عارفة ليه حاساه بيقول لك انت كمان ما حاولتش كفاية، او انت كان لازم تحاول كفاية، تحاول بشكل كافي معايا. اوكي. كأنه بيقول لك انت في لحظة من اللحظات ما فكرتش في المشاعر الحقيقية اللي انت شايلها لي جواك، وانك فكرت بعقلك او اتصرفت ببرود داخل العلاقة وياه. هنا انا حاساه الحقيقة ان هو آه بيغير. بيغير في اقواله. يعني انا حاساه كده فجأة واحدة انه بدأ يقول حاجات. اه بصوا، هو انا مش حاسه ان هو بيغير في اقواله، انا حاسه ان هو بيزود على اللي هو كان بيقوله. يعني هو دلوقتي بيزود على اللي هو كان بيقوله. بيزود ازاي؟ انا حاساه بيقول لي هنا انه هو حس منك بانك مش عاوز تدي زياده، او كان مستنيك ان انت تعلي بالخطوه او تاخد الخطوه الصح وما عملتش كده، او ما كانش كفايه اللي انت عملته. هو شايف انه ما كانش كفايه. آم، اعتقد انت كمان في لحظه من اللحظات شفت كده، شفت كمان انه اللي هو بيعمله مش كفايه. صح ولا لا؟ فهنا انا حاسه ان انتوا الاتنين لازم انه كل واحد فيكم يبص جواه اكتر، يبص جواه ويشوف ايه اللي هو صح فيه وايه اللي هو غلط فيه. لاني حاسه هنا انه انتوا الاتنين خلطتوا بعض في حاجات، وغلطتوا نفسكم في حاجات، وهكذا يعني. تعالوا كده. طيب في صبر هنا في 7 اوف بنتكل. بعدها حلو قوي ان الويل اوف فورتشن نزلت، انا كنت مستنياها تنزل الحقيقه. لهذا الشخص الحقيقه. اوكي. انتظار، لسه في انتظار هنا، لسه في انتظار هنا، ومحدش فيكم واخد قرار. بس القرار بيتاخد، يعني من جهة القرار، قرار هيتاخد. لان خلاص الويل اوف فورتشن نزلت هنا، فده بيقول ان في قدر، في قرب هنا، في شيء بيحصل. آه هنا انا حاسه انه انتوا الاتنين بتقربوا، ولكن بيبقى في النفوس مش 100% صافيه. هي دي بقى الحته، هي دي بقى الحته اللي لازم انها تتغير هنا. لازم النفوس تصفى. فاهميني في الحته ديت؟ لازم النفوس تصفى. ليه؟ لانه دوت هيبقى مفصل، شيء بيفصل هنا في العلاقه في حاجات كتيره، بطريقه حلوه طبعا، بطريقه افضل. لان هنا في بدايه جديده. ماشي، بصوا ازاي، بصوا انا خدت بالي من ده ازاي. هنا في بدايه جديده، جنبيها ايه؟ جنبيها النايت اوف وان. فهنا البدايه بتكون موجوده، لكن بيبقى في زي قناع كده، زي الماسك. فده احنا مش عايزينه، احنا مش عايزين الماسك ده، بالعكس احنا عايزين نتخلص منه تماما. بس ده طبعا مش بايديك. انت كل اللي عليك انك هتبقى منتظر اللحظة اللي فعلا هو يوبن اب فيها. يعني ايه اوبن اب؟ يعني يفتح بقى قلبه فيها، يتكلم فيها، ما يبقاش خايف من اي شيء، ما يبقاش شايل ذنب شيء، وتبقى نفسه صافية، يصفي نفوسه، يعني النفس. لان ده اللي هو المفروض يعمله هنا. وانت بتسألني ايه اللي الشخص ده لازم يعمله، هقولك ان ما يبقاش فيه تساؤلات كتير من جواه، انه ما يبقاش حاسس ان هو مظلوم، او حتى ما يبقاش حاسس ان هو ظلمك. لان انا حاسه انه حته المشاعر العميقه اللي عند هذا الشخص يعني بتمشي في الحته دي، بتكون موجوده في الحته دي، حته هو انا ظلمته وانا ظلمت نفسي، هو اللي انا عملته ده صح، هو اللي انا عملته دوت كان غلط كده.
ده اللي هو محتاج ان هو يشتغل عليه. كل بيغلط في العلاقات، صح ولا لا؟ بس انك تبقى قاعد ساكت غلط. وبرضو انك تلاقي العلاقة ماشية بطريقة غير صحية وما تعالجش اللي بيحصل دوت، بل انك تبتعد خوفا. هو ابتعد هنا خوفا من ان انت تبعد قبله. اعتقد دوت ما كانش اصلا ولا هيحل ولا هيربط، وكمان دلوقتي ولا يحل ولا يربط. ده اللي هو المفروض كان يشتغل عليه، بس هو ما عملش كده. وكمان لما لقاك انت كمان بتاخد جنب فاستسلم للحته ديت، والمفروض ما كانش يستسلم للحته ديت، بل انه المفروض كان ياخد انيشيتيف، يعني يقوم ويعمل حاجه بنفسه. هو اللي يقوم، هو اللي يعمل. ثلاث سيوف هنا، تري اوف كاب هنا، الكينج اوف بنتكل، الايس اوف كابس، جنبيها التين اوف وان. شايفين زي ما وصفت لكم بالظبط. انتوا الاتنين بتقربوا. والطريقه الله حلو جدا. ناين اوف سورد تقع كده ريفرس. ناين اوف سورد تقع ريفرس. ده معناه انه في شيء كان تقيل قوي، اعتقد ممكن بتتخلصوا منه هنا. زي ما انا قلت لك بالظبط، هو انتوا الاتنين هنا بترجعوا فعلا لبعض او بتقربوا من بعض. لكن بص البدايه الجديده بقى في الحب هنا بيبقى جنبها ايه؟ جنبها التين اوف وان، صح؟ جنبها كارت تقيل شويه، جنبها شيء تقيل شويه. عادي خالص، عادي خالص. ده بيتحل. المشكله دي بتتحل. ليه؟ لان هنا في رغبه قويه منكم انتوا الاتنين ان انتوا الاتنين ترجعوا في العلاقه دي مع بعض. فادام الرغبه موجوده خلاص. ادام الرغبه في ان انتوا الاتنين تبداوا من جديد او تطوروا في العلاقه او حتى من نفسكم داخل العلاقه موجوده. فلو انتوا الاتنين قربتوا كان في الديفيكالتي او التقل دوت، وانا حاسه ان هو هيبقى منه اكتر في حته انت هتبقى فاتح قلبك قوي، وهو هيبقى مخبي شويه جواه، مخلي شويه حاجات جواه. وهنا لما قلت لك في الحته ديت هو محتاج انه يصفي قلبه اكتر. اعتقد ده بالظبط اللي الشخص دوت هنا محتاج ان هو يعمله. واعتقد هو بدأ يعرف ان دوت شيء مهم، هو لازم انه يبدأ يعمله هنا.
يلا كده اخد لكم كارتين من هنا. كارت نزل لوحده. اللافرز بيقول لك ايه؟ بيقول لك true love that is long lasting. الحب الحقيقي هو اللي بيعمر وبيقعد للأبد يعني. و choices made from the heart. في اختيار بتعمله بقلبك الحقيقة. return to good health والعودة لصحة جيدة. اللافرز كارت جميل طبعا. الايجو. الايجو هو المخاوف. الايجو هو آآ 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 الوهم والإلوجن والوسواس والماتيريال او الماديات. ولما كمان تقع في التفكير والمخاوف والقلق، ده الايجو. خد بالك اكيد بتواجه حاجة من دول انت، عشان كده الكارت نزل لك دلوقتي. يلا كده. ماشي. father wound we are perfection. هنا الشخص ده بيقول لك انك بالنسبة له تعتبر شخص كامل. وطبعا احنا عارفين ان طاقة الكمال ديت بتيجي مع الحب او بتيجي مع مشاعر الاعجاب والحب طبعا. هنا في الفاذر ووند. والفاذر ووند طبعا الفاذر ووند هي الجراح اللي مرتبطة بالشخص او الاب اللي هو ما كانش بيبقى موجود طول الوقت للاولاد وهكذا. وعلى فكرة هذا الشخص دلوقتي بيقولك انه بيحاول او انه في محاولاته انه يتخلص من ده. فهو بيقولك my father is a big influence on my behavior. سبب في يعني ان السبب ان الاب بالنسبة له يعتبر ليه تأثير كبير قوي على سلوكه يعني وهكذا يعني. وبيقولك انه I have challenges with connecting to the divine masculine energy within me and externally. عشان كده بيبقى عنده مشكلة طبعا ان هو يمبادي او يعني يبقى يجسد الطاقة الجميلة الذكورية الماسكلين وهكذا يعني. طيب تعالوا كده في كارت كمان. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه هتوصل وياك قريب. هنا بيقول لك I'm going to contact you soon. يعني اعتقد ان هو بيخطط هنا انه يكلمك قريب. وفعلا ده اللي حصل هنا في القراءة يعني. دوت اللي القراءة كانت فعلا بتقوله. طبعا بشكر المجموعة الاولى جدا والمجموعة التانية جدا. واشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.